السلام عليكم اعزائي المشاهدين، ان شاء الله كامل تكونوا بخير بصحه جيده. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم كامل بخير. اليوم اعزائي المشاهدين جيت ندير معاكم المطلوع تاع الطاجين. المطلوع تاع الطاجين من اسهل المطلوع اللي زعما تقدري ديريه تكوني مزيره ولا مغبونه ولا ما عندكش الوقت، ديري مطلوع تاع الطاجين، يعني بالخف يوجد وبالخف يخمر. وثاني تبغي وحده، اي وحده تبغي ديرو كفكره مشروع تقدر ديرو كفكره مشروع، يعني في الحق فيه دراهم. المطلوع اصلا كيما كان فيه دراهم. المهم الحاجه الاولى اللي نبداو بها نقولوا بسم الله ونصلوا على رسول الله. لازم تكون عندك الفرينه بالطبع. انا راح نديرو غير بالفرينه اليوم، واخت اخرى ان شاء الله نديرو لكم بالسميد. راني هنايا عندي الفرينه. واش غادي نضيفوا للفرينه؟ غادي نضيفوا الحاجه الاولى نديرو الخماره تاع العجين بهذا الشكل. فرينه اعزائي المشاهدين تقدري ديروا هي على حسب افراد العائله، بصح زعما اللي تبغي تطيب تقدري ديري كيلو فرينه يدير لك 4 مطلوعات بالحجم الكبير، والا بغيتيهم بالحجم الصغير يجوك اكثر من 4 مطلوعات. ندير شويه سكر برك كما حنا نقولوا للون. الا ما كانش عندك السكر ولا حاجه ديري شويه عسل، ونضيفوا ثاني الملح. نديرو شويه ملح منا على الجنب. انا هنا راني دايره 2 غرفيات تاع الفرينه، ما راحش ندير كميه كبيره. ونجيبوا الماء سخون، راح ندير هنا في الوسط شويه ماء. بسم الله نخلط. ومن بعد نبداو نضيفوا غير بالسياس ونطموا العجينه تاعنا. بهذا الشكل. انا درك ما راحش نديركو، راح نطمو برك ونغطي عليه ونخليه يرتاح واحد 10 دقائق ولا، ونرجع نضربه. راح نسلك يديا ونغطي عليه ونخليه يرتاح. خلوه يرتاح مده 10 دقائق كما قلت. راني رجعت لكم اعزائي المشاهدين بعد مرور 10 دقائق بالضبط. راح نشوفوا العجين تاعنا كما راكم تشوفوا، غير كما خلطوه كما شفتوا ضاعف الحجم تاعو شويه. درك شا غادي نديروا البنات، ما غادي تدلكوه ما والو، ضربوه غير بيديكم كما نخدموا السفنج. الفرينه عجين الفرينه ما يندلكش زعما، تضربيه برك كما هكا بهذا الشكل. ها ديجا تكون عطياتك الفرينه العجينه، تكون عطياتك الطع، تكون خمرت كما راكم تشوفوا هكا بهذا الشكل. غطسي يدك غير في الماء كما راكم تشوفون. الماء راه قدامي، راح نوريكم منا. ها هو الماء برك. ديري هكا غير تغطسي يدك وتجبديها، تنفضي يدك تجبديها بهذا الشكل وضربي. يعني ما تكثريش الماء باش من بعد كي تجي تقرصيه ما ينطلقلكش والرفود يجيك تاعه واعر. فهمتوا؟ هذه هي كما هكا. بقينا نعاود نرجع الباسينه بهذا الشكل. راح نغطس يديا ونضرب برك غير هذا. راني رجعت لكم اعزائي المشاهدين بعد مرور 10 دقائق بالضبط. راح نشوفوا العجين تاعنا كما راكم تشوفوا، غير كما خلطوه كما شفتوا ضاعف الحجم تاعو شويه. درك شا غادي نديروا البنات، ما غادي تدلكوه ما والو، ضربوه غير بيديكم كما نخدموا السفنج. الفرينه عجين الفرينه ما يندلكش زعما، تضربيه برك كما هكا بهذا الشكل. ها ديجا تكون عطياتك الفرينه العجينه، تكون عطياتك الطع، تكون خمرت كما راكم تشوفوا هكا بهذا الشكل. غطسي يدك غير في الماء كما راكم تشوفون. الماء راه قدامي، راح نوريكم منا. ها هو الماء برك. ديري هكا غير تغطسي يدك وتجبديها، تنفضي يدك تجبديها بهذا الشكل وضربي. يعني ما تكثريش الماء باش من بعد كي تجي تقرصيه ما ينطلقلكش والرفود يجيك تاعه واعر. فهمتوا؟
هذه هي كيما هكا. دوك انا نعاود نرجع الباسينه بهذا الشكل. راح نغطس يديا ونضرب برك غير هكا. شوفوا انا ضربته شويه، غادي نغطيه ونخليه يزيد يطلع شويه، يزيد يخمر شويه، ونعاود نولي ثاني نديغازي هذاك الخمور ونولي نزيد نضربه، يعني 2 مرات. هذه الصحه الاولى لميته برك، الثانيه راني ضربته ونزيد نخليه يرتاح 10 دقائق ونولي نعاود نضربه ونخليه يخمر الخمور التالي اللي عليها نقطعو ونقرصو كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. دوك انا غادي نغطيه ونخليه يزيد يرتاح كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. خليه يرتاح، نعاود له المره الثانيه ونخليه يخمر الخمور تاعو الاخير شويه ونرجع لكم. انا رجعت لكم اعزائي المشاهدين. هذا هو العجين تاعنا بعد ما خمر، يعني شوفوا ما شاء الله 2 غرفيات فرينه. شوفوا كميه تاع العجين اللي دارها، يعني تبارك الله. راكم تشوفوا البنبولات كيش راهم خامره بلبل. دروك غادي نقطعوه مع بعض. كيش نقطعوه؟ كما راكم تشوفوا هذا هو السميد. نجيبوا السميد الرطب ماشي المتوسط، السميد الرطب. هذا هو العجين تاعنا كما راكم تشوفوا. راح نحاول نوضح لكم الصوره بهذا الشكل. نجيبوا الماء تاني، الماء يكون شويه سخون ما يكونش بارد. بسم الله. بهذا الشكل. وحاولوا يعني ديروا الحجم اللي نتوما الطاجين تاعكم تقدروا ديروه فيه بهذا الشكل كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. وراح نديرو هنايا، راح نوريكم. وتجيبوه هنا تفرشوا هكا، تفرشوا يعني الفراش تاع العجين اللي تكونوا داسينو غير العجين بهذا الشكل. ونحطوا هنايا الخبز تاعنا هكا. ما راحش غادي انا خبزه دروك، غادي نغطيهم ونخليهم يزيدوا يرتاحوا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق ونعاود نولي عاد نخبزهم. راح ندير الخبزه الثانيه. بهذا الشكل. هنا راح نديرها، يعني انا جاوني 2 خبزات وزايدت لي هاد شويه كيما هكا. هذه غادي نخليها خميره الغدوه ان شاء الله ندير بها الخبز كما راكم تشوفوا. دوك نخليهم انا هنايا واحد 5 دقائق عبر ما يطلعوا واحد شويه ونرجع نعاود نخبزها. راني جات لكم اعزائي المشاهدين بعد ما ارتاح الخبز تاعنا واحد شويه، راح نعاودو نخبزوه بهذا الشكل. بسم الله. ونديروها هنايا في بلاصتها، نديروها هنايا تخمر بهذا الشكل كما راكم تشوفوا.
راح ثاني نخبز الثانيه. كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. يعني هنايا العلو تاع كما راكم تشوفوا هنا، يعني كاع من يكون عالي 1 سنتيمتر، يعني ما تهبطوش اكثر من هذا الشيء. وحاولوا ديروها على حسب الطاجين تاعكم قداش باش تجيكم المطلوعه شابه وتجي مطبوعه كشغل هكا. دوك غادي نغطيهم ونخليهم يخمروا، نعطيهم واحد 20 دقيقه هكاك ونرجع نطيبهم. راني رجعت لكم اعزائي المشاهدين بعد ما ارتاحت الكسره تاعنا. يعني الكسره تاع الطاجين ما ترتاحش بزاف، وزيد بزياده كي تكون عندك السخانه في الكوزينه يعني بالخف ترتاح كما راكم تشوفوا. دوك غادي نرفدها نديرها هنا في الكراسيه. انا الطاجين راني شاعله النار، راني دايرته يسخن. بسم الله. وحاولوا انكم كما حنا نقولوا تنفضوا الكسره تاعكم بهذا الشكل، ونفضوها هنايا من انا هنا عندي هذا غير بالبانسو هكا. حاولوا انكم تنفضوها يعني من هذاك السميد بهذا الشكل هكا، باش يهبط هنا، ومن بعد لوحوها في الطاجين. غادي نغطي هذه ونطيبوا الخبزه تاعنا مع بعض. كما راكم تشوفوا البنات، انا هنا راني دايره في الطاجين اللي دايره فيه التحليل. هذه هي الخبزه تاعنا، ها هي كما راكم تشوفوا. حاولوا انكم تهبطوها غير بالسياس، الطاجين تاعكم يكون سخونه. حاولوا انا دوك نمشيها غير شويه على الحواف باش تلحق لي الجناب بهذا الشكل، ونثقبها هنا في الوسط هكا بهذا الشكل ونخليها طيب. ودوك راح نقلبها كيف راكم تشوفوا. شوفوا كي جات ما شاء الله، يعني الحموريه جات صاير داير، يعني كي طيبيها في التخيبي الحموريه تجي كامل صاير داير بهذا الشكل. درك خليها شويه هكا طيب، ومن بعد عاد تبداي تحركي فيها ثاني باش تحمر لك كامل الجناب. راني رجعت لكم اعزائي المشاهدين. ها ودوك كما راكم تشوفوا، يعني شوفوا كي جات ما شاء الله. راح انا نكمل الخبز تاعي ونرجع لكم ان شاء الله. رجعت لكم اعزائي المشاهدين. كما راكم تشوفوا بعد ما طيبنا المطلع مع بعض كما شفتوا جا بهذا الشكل، يعني جا ما شاء الله. بالنسبه للبنات اللي يخدموا على رواحهم مشروع يعني ما شاء الله. وشتهي ننصحكم البنات شروا قراسيات، يعني راهم يتبعوا القراسيات تاع المطلع يساعدوكم بزاف في الخدمه. ما ملي زعما طيب الروحه وتكون يغلبها العجين ولا دير القراسيه من الاحسن، ولا تكون حابه تتعلم. المهم هذا هو المطلع تاعنا كما راكم تشوفوا. راح نحل معكم وحده وتشوفوها. كما راكم تشوفوا جاب هذا الشكل، ما هو معجن ما والو. كما راكم تشوفوا خامر ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه تاعي وعجبتكم الوصفه اللي درتها لكم. وما تنساوش اختكم ام ابراهيم بالدعم واللايك والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. الى اللقاء، دمتم في رعايه الله. الى اللقاء.